بص بقى، انا ياما نصحتكم، ياما قلت لكم انزلوا وفكوا عن نفسكم وضحوا بحق كوبايه قهوه، لكن الظاهر ان انتوا بخله وقافشين على نفسكم، بس بتضيعوا فلوسكم في الحاجات تانية خالص. فخليكم بدل ما تجيبوا بيبو الشام للضغط والسكر والكلام ده كله، لا، ادفع في حب كوبايه قهوه وروش على نفسك كده وروق على حالك. بص، بذمتك مش احسن ما اروح اجيب شريط برشام للضغط؟ احلى من برشام الضغط. وبعدين برضو اريح من البرشام بتاع السكر. كوبايه قهوه تروق دماغي وتهدي اعصاب الواحد كده، والقعده والفرجه والهيصه مع الناس كده ليها طعم تاني. اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي. على فكره في معلومه لازم اقولها لكم بصراحه يعني. احنا بنقعد نقول للبنات اوعي تشمي حاجه من حد، اوعي تاخدي منديل، اوعي مش عارف ايه. اللي انا لاحظت بقى ان انا النهارده كنت راكبه المترو، البنات بتوع المعاهد بقى والجامعات والكلام ده كله راكبين المترو، البنات عامه زي الفل يعني، حاجه كده في العشرينيات. ويطلع الراجل شمي برفان، شمي برفان، تديله ايديها على طول كده، ويحط برفان وتشم، يحط برفان وتشم. هي حلوه الطيابه والسذاجه، واللي احنا وجعنا قلبنا بقى. بطلوا تشموا، وبعد كده يرجعوا اهاليهم يقول لك ايه ده، خرجوا ما رجعوش، راحت الدرس ما رجعتش، راحت المدرسه ما رجعتش، راحت المعهد ما رجعتش، راحت في ايه؟ ما تصحصحوا وتوعوا شويه. والنبي وعي بناتكم. انا بقيت قاعده النهارده ابص للبت وهو يحط لها الريحه دي وتشم، ويحط لها دي وتشم. يا ستي الراجل ده كويس، الراجل ده كويس ونيته كويسه. هل انت تضمني ان حد غيره يكون كويس كده؟ حد غيره يكون بيبيع بس برفان وبيشممهولك، ولا حاجه تانية؟ النبي نعقل بقى ونخلي عقلنا في راسنا كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بلاش والنبي، وجعتوا قلبنا، وجعتوا قلبنا. الواحد بيشوف صور بتاعت البنات اللي زي الفل وخارجين واهاليهم بيقولوا ما رجعوش، تقطع القلب. طب ما نوعى نفسنا شويه بقى. مش هتزيدي والله من ريحه البرفان اللي حطولك على ايدك يا بنتي. مش هتقلبي مارلين ميرلو، ولا هنبص هنلاقيكي بقيتي هند رستم. في ايه؟ في ايه يا ستي؟ ما تهدي واشتري الرفان من محل ماشي. مش عارفه بقول لك ايه بصراحه يعني. قلبي وجعني، قلبي وجعني. ناخد شويه قهوه يمكن ينسوني اللي حصل ده. انا بقيت قاعده ابص للبت في العربيه، يا بنتي يعني اقوم اديك على بقك واقول لك اللي انت بتعمليه ده غلط؟ يا بنتي انا اقوم اعمل فيك ايه؟ وجعته قلبنا. وهي عماله تشم، والراجل بقى جاي بيبص. والله العظيم الراجل خد باله مني وبقى يبص لي، حاسس ان انا كاني عايزه اقطع اكل عيشه ولا اقطع رزقه. بس انا كان كل في دماغي ان انا عايزه اقطع رقبه البت اللي عماله متجاله ايديها ويلغوص في ايدها وهي عماله تشم ده. تعبنا. مش عارفه انا اقول لكم ايه بصراحه. على فكره في مقوله بتقول على مصر فيها حاجه حلوه، اكيد كانوا يوصلوني على فكره بس هم مرضوش يقولوا. فيها حاجه حلوه انا طبعا. السلام عليكم.